مساء الخير للجميع. بالبداية الرحمة لضحايا التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس بالدويلعة بدمشق، والله يلعن كل مجرم خطط ومول ونفذ هالعمل الخسيس. يا لطيف شو في وضاعة بهالدنيا. بس حبايبي، هيك جرايم صارت موضة بكل دول العالم، يعني ما بتفرق إذا الدولة كبيرة أو صغيرة، مستقرة أو مضروبة مثل عنا. المجرمين عم يتصيدوا فرص مثل بعوضة، وإذا كان وراهن دول دعميتهم خلص ضربة معلم. بس أنا هلأ ما بدي أحكي على هالجريمة، لأن مو أول وحدة ويمكن مو آخر وحدة، خاصة ببلد لساته عم يحبي وعايش بين وحوش برا وحوش جوا. مثل مين؟ ماهر شرف الدين مثلا. لما قريت له منشوره على الفيس حسيت حالي عم بقرأ بيان استسلام. الزلمة مفكر حاله نابليون عم يفرض شروط على الحكومة كأنه محاصر دمشق بالدبابات ورافع راية النصر. 6 شروط يا جماعة. أولا تحقيق شفاف عاجل. ثانيا وقف التضليل الإعلامي، وبليز لا تتهموا الأقليات اللطيفة جدا جدا. ثالثا بدنا نعترف انه احنا متطرفين وعنا مرض مزمن اسمه التطرف. رابعا يغيروا شكل رجال الامن ويقصوا لحاهم، لانه اللحية بتخوفه وما بتشبه لحية حكمة الهجري يلي شكله عنده لحية جودزيلا. وخامسا تغيير الجوامع والمدارس والمناهج والشطب، كل جملة ما بيعجبته. سادسا بده يحاسب الطائفيين السابقين علنا. ومن هن الطائفيين؟ مو فلول النظام طبعا لا سمح الله، أكيد بيقصد شباب الأمن يلي واقفين على الحواجز وشايفين نجوم الظهر. خلصت الشروط يا ماهر بيك؟ لا، بقي شرط أخير: إنذار. نحن نراقب، وعلى ضوء التنفيذ رح نحدد موقفنا النهائي. سبحان الله، الزلمة ماسك الريموت بإيده وعم بيبدل بالحكومة مثل ما بيبدل بالمسلسلات التركية. وبالطبع ماهر أفندي أعمى البصر والبصيرة لما يتعلق بجرائم الهجري وعصابته. ما سمعنا منه كلمة لا عن الفلول لا عن الانفصاليين. ساكت مثل السمكة. هو بس شايف الحكومة وقلبه مليان حقد من أيام ما كانوا يعطوه صف أول بالمدرسة وطلعوه آخر واحد. خدوها نصيحة، يلي عم بيحكي عن شفافية وتحقيق عاجل وعم يحكم على الناس من لحاهن، غالبا ما بيقدر يحكم على المراية تبعه. دمتم سالمين.